بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. جمعية تسامح الأعمال الخيرية اليوم يوم 1 من الشهر 12 توزع على الفقراء والأيتام والمساكين والمرملات والمطلقات مبالغ مالية، كما أنها لله الحمد والمنة وزعت هذه الأيام الماضية في هذا الشهر الجاري شهر 11 وزعت فيه توزيعان، يوم 11 ويوم 14 ويوم 1 لله الحمد والمنة. وهذا معدلين لله الحمد والمنة من أجل من أجل الضعفاء والفقراء والأيتام والمساكين والمرملات. لذا وهن الشعب الموريتاني مولي بمناسبة عيد الاستقلال، ومعدلين هاي العملية مولي من أجل دخول زمن في زمن اللي هو البرد للضعفاء والفقراء. هذه جمعية خيرية كبيرة لله الحمد والمنة، مقرات وقال لله الخيرين ينفقوا في سبيل الله، وحد يختار كامل يشوفها والله يشوف أي رواية من أي يدخل صفحتها على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، يكتب فيسبوك، تيك توك، تويتر، يكتب اسمه، يكتب جمعية تسامح للأعمال الخيرية. لذا نختار الخيرين يقوموا معنا بهذه الأنشطة اللي نقوم بها للضعفاء والفقراء والأيتام والمساكين، معدلون لذاك اللي الله يعدل من الناس، معدلون اللي من جميع المقاطعات والولايات، قليلة مقاطعة أو قليلة ولاية ما عندنا فيها ممثلية للجمعية. ونطلب من الخيرين المساهمة في هذا الخير للمسلمين، وحد هم اللي كامل يبغي يكفل هم اللي أيتام، عندنا هم اللي الأيتام من أي بلد، كما أن الجمعية هنا بموريتانيا، جمعية تسامح الأعمال الخيرية بموريتانيا نواكشوط، تطلب من جميع الخيرين في البلاد العربي والبلاد الإسلامي على حد كامل يبغي هو من نفسه يكفي الحد يتيم، والله 3 والله 10 والله 20 عندنا الأيتام، ونقدنا نعدلوا لجميع ملفاتهم يعود يتم ينفقهم باللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافي اليتيم كهاتين بالجنة. لذا نحرص على أن نقول عني نسلم عليكم كاملين، والشاكر الصحافة اللي جاتنا وقامت بتغطية هذه الأنشطة، وشاكر الخيرين اللي يقومون بهذا الموضوع اللي هو نحن واحلين فيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.